تاني حاجة مهم تعملها عشان تبطل إدمان التليفون إن أنت تتابع نفسك وتحدد حدود لنفسك. طبعا هتيجي تقول لي وده أعرفها إزاي يا ريس؟ هرجع واجي أقول لك للمرة التالتة أو الرابعة حمل أكشن داش أو تطبيق زيه، أو ممكن كمان تكون حاجة عندك في نظام التليفون تبقى لاقيها على أغلب تقنيات الأندرويد. مجرد بس إن أنت تشوف أنت بتقعد قد إيه على التليفون وإيه مدى وقت استهلاكك، ده ممكن يخليك تفكر شوية. أول ما تبص كده على التليفون وتقول أوف إيه ده 10 ساعات مش كتير دول؟ وبيقول لك كمان أنت بتقضيهم في أنهي تطبيق بالظبط. تحدد وقت لنفسك كمان في التطبيقات اللي بتسحلك بزياده. يعني انا مثلا كنت بتسحل في التيك توك، لقيت نفسي بعدي في اليوم الثلاث ساعات تيك توك بس. كنت بحدد لنفسي نص ساعه، بعد ما الوقت يخلص يروح قافل التطبيق على طول ويفتح تاني يوم. لان بجد الوقت بيفضى، والخطوه دي بجد هتفرق معاك. ولما التليفون يقفل التطبيق منك انت كده خلاص ما ينفعش تفتح التطبيق لحد اخر يوم، الا بقى لو انت بتضحك على نفسك وهتخش على البرنامج وتقفل التايمر وتكمل قاعده. يبقى ارمي بقى كل كلام في الزباله وكمل